بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنر وبهور مندن هيجا ودلال أفدم وحمود ميوه خير وخشيب سلافن خدا لسر وبن بنافي خدا يدلوفان يدلوفين أمدست بخلك كنوج برنامج أولوجيان دكن بلي بجدار هيجا ودلال طمشواني روج آبا تي في مجارة خلقها ما لدرهما طيبة مندية عباد الرحمن لي بلي جبو خاطري أمناس بكن يازا شاني عباد الرحمن هنا بأو هر يازا چنه وبرياغو أم تيكفن شاني واده دبي أمناس بكن بعبادة چتشته يادي تري قالوا ميش روجي زكاة حج هما عبادات افتنينه وقالك برسندن رنجين هنا اميش ميواني خو بكن شبو فين كي ميواني خلقا ما هي ميواني خلقا ما موستا مهدي الحسيني ما موستي ديروك هروها اي اولي ام جير بيجن تبخيراتي برنامج اول وجيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا نشكرك شكراتكم وشكر قناة رجاءاتكم على هذه الاستضافة وعلى هذه الكلمة الطيبة، وأتمنى لك ولقناة الازدهار والتقدم وإلى الأمام دوما. خديش راضي به ان شاء الله امجي بيفينا وامسر كفتني اشترت خوازن وعمركي تمنكي دريج درازي بنا خدا ده ان شاء الله لي ولكم وللقناة. شخوا ما مستا وقوما داخو يعني مجرى ما درهما شاني عباد الرحمن عباد خدا يدلوفان لبرياغو ام درباسي شان آن طيبة مندين عباد الرحمن ببن ام تخوازن بيناسيا عبادتي ام ناس بكن لقوري قرآن بيروز قالوا عبادة شتشته يهادي تري ام تخوازن جي ام ناس بكن جودا كرنا دناف برا عبادتي ظاهري هروها اي باطني. كرم بك ماموسة سيداي دلال، اولا العبادة علة الوجود وغاية الخضوع لأمر الله الذي لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أخوي تعالى كون شكر، سخر الكون الإنسان وسخر الإنسان يقول يا إنسان خلقت الكون لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن الغاية من خلق الإنسان وجود الإنسان العبادة. إذا ما خلقت الجن والإنس إلا لا يعبدون، للعبادة لها معرفان. المعنى معنى أول بمعنى وين الإنسان قد يناسبك معرفة الله سمع العبادة، والعبادة غذاء الروح وقيمه، كما أن الطعام غذاء الجسد. فهو تعالى إنسان شكري جسم وروح. غذاء جسم قارنة، غذاء الروح العبادة. فضل رب العالمين كون الإنسان شكري، إذن حق الله على خلقه، حق الله على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقيقة قد يسر عبادته بكن شريك قدير شريك. العبادة هدف العبادة وسيلة لتربية الضمير، يعني الأخلاق. الهدف من العبادة بشكل عام سلوك الإنسان، عمل الإنسان، أخلاق الإنسان، أمجد بتربية الضمير. إذن العبادة هي أعلى مراتب الخضوع والتذلل لله. أنواع العبودية دي نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة عبودية أهل السماء والأرض لله تعالى مؤمنين وكافرين. عبودية أهل السماء وأهل الأرض لله تعالى مؤمنين وكافرين. قال تعالى في سورة المريم آيات نوت السياق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية لله. العبودية الخاصة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يعني أخوي تعالى جيت خوازت ببيني
جي عباده، جي ذكر، جي جامع، وجي فسق ضد نبينا. اذا امتثال امر، افعل ولا تعمل. ولذلك الله تعالى بيجي غان السانك يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. افيجي امتثال امر خديتك، التزام بسلوكيات خطه منهجه اسلاميتك وسنه الرسول. فالله تعالى بان يا عبادي لا خوف عليكم اليوم طرس ثروتنا ولا انتم تحزنون. اتى القران غماجي وناخذ. اما العباده الظاهريه والعباده الباطنيه تقول العباده الظاهريه ضبط الجوارح، جوارح الانسان. جوارح شنو؟ لسان، سمع، النظر، القلب، رجلين، يدين، ضبط الجوارح بك. اذا حمايتها خبك ظاهريا، يعني اهل الايمان بظاهرهم. اما العبوديه الباطنيه قلبه، قلب مخفي كنازل. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد، الا وهي القلب. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام بيجي الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تراه فهو يراك. هذا بيجي الرسول عليه السلام ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا ينظر ولكن ينظر الى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى هنا. إذن الهدف العام من العبادات، الهدف العام من العبادات إذن فطرة الخلاق التي فطرهم الله عليها. إذن أعلى مراتب الخضوع والتذلل لله. أما معنى العبادة بشكل عام يعني الجورجو ما فهم كرمه مسلم جدا كرنا دنا برا عبادة ظاهري، يعني يا داري شاف ويا بدزي يا نداري شاف. جدا كرنا دنا برا واده داري شاف مروف جاني خو تمامي، دستي خو، چاوي خو، گوهي خو، زماني خو، دستو بي خو تمامي تخي خدمتا رازبونا خداده لقنجي خودي درتكبه لكاري بيروزو. ومروف حفظا و خرابيات كي ومروف واش خرابيات دورتك و نداري شاف جهوي دله. يعني يك جواناكي مثلا اخلاصه او كاري قوته داري شاف دكه دبي دندرو دنيتا وي كاري دا رازبونا وجه خدابه. باشا ما موستا يعني يقولوا هن دبيجن يا والله وقوتي از عباده خديمه علميش دكيم از روجي دقريم از زكاه لقور قوتا خدم صدقات دم لقور قوتا خو معمركر اتشم حاجي جقلا كاويه قو هم عباده افتنيه قالوا ام تخوازن ما موستا مهدي الحسيني ام ناس بكن قالوا عبادتها مالميجة وروجية وزكاة وحجة ان جيفي اواي فراتره. العبادة كل عمل يقصد به وجه الله وعبادته. كعملتي بك خالصا الله هي عبادة. وجودك الآن في هذا المكان هي عبادة. تهار الشغل عبادية، تهار المدرسة عبادية، تهار الشغل عبادية، تهار ما لك عبادية. عبادة بشكل عام. العبادة بشكل خاص من صوم وصلاة وزكاة. فالعبادة بشكل خاص عبادة مالية وعبادة بدنية. عبادة مالية وبدنية. عبادة بدنية شيء الصلاة والصيام. عبادة مالية الزكاة. مالية وبدنية الحج. فإذا عمل بك إخلاص لله هي عبادة. عمل بك حتى مشياوي هر الجامع عبادية، فقر عبادية، هر سردانا جيراني خو لدي وبابي جيرانه. يعني عمل بك خالصا لوجه الله هي عبادة. أما بمعنى الضيق هي من صوم وصلاة وزكاة وحج. أما معنى خاصة، أما معنى فري عمل الإنسان بك حتى رزانا عبادية. نوم المؤمن عبادة، حتى نوم المؤمن عبادية، حتى نوم المؤمن عبادة. إذن العبادة عام شامل. إذن كل عمل يقوم به الإنسان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني الجورجو ام فهمتكن عبادة تشتي كاري بيروزو باقش ايجو خذ تعالى جي حزك وجي رازيه نولي. يعني تي ناس كرن دماغو مروف لديو بافي خو مقاتبه عبادي. دماغو مروف سردانا جيراني خود كي عبادي. مروف جيراني خو اري كارد مروف فريق فقير اري كارد وقو بيغمبر بيجي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع و67 شعبه اعلاها كلمه لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. صدق رسول الله. طيب تشكي دنجي ما مسلم تفضل كلامك. تقول شو تشتي باش عبادته. قالوا وقتك وانسان هفصاري نفسه خو تقراه وحافظه نفسه خوش خرابيتك اوجي عبادته. اوجي عبادته
سبحان الله. يلجمها. فالرسول عليه السلام دبي الغضب شعلة من النار، فيلجمها بلجام التقوى بقر ضبط بالتقوى بالورع بالعمل بلا اله الا الله. فقر قامت فقر يبغى عباده. لا اله. الرجوع الى الله عباده. هي او انسان دما جو حظها نفسه خوش خرابيتك اوجع عبادته. يا اخي رحمه خدي ما شاء الله ناي حد وصفتي يعني مشى مرور ونشتنا مرور دانو صاندنا مرور اف تمام دبي عبادت. طيب باشا ما مسلم امي درماسي. لا هي العباده تكرم بك تبيجي العباده الشعائر الدينيه والشعائر التعامليه سيدنا. بيخبر عليه السلام لا تقبل الشعائر الدينيه الا اذا قبلت الشعائر التعامليه، تعامل الانسان مع الاخرين. دينيه من صوم صلاه، فنلاحظ مدبينين فلان كس درا حجي بين وقت الجامعه المسكه زكاه خذ دي صدقات دي يساعد فقراء جميع اعمال البر والخير ولكنه يتعامل بالربا. لا حول ولا قوة الا بالله. احتكارتك احتكر بضاعة سوقتيني مثلا ده ورقات وباص ورقة او غشيتك. اذا لا تقبل الشعائر الدينية الا اذا قبلت الشعائر التعاملية، تعامل الانسان مع الاخرين. اذا على الانسان ان يلتزم على الاستقامة. فاخوي تعالى خاطب رسوله وقال شيء فاستقم كما امرت ومن تابع معك. رست دي انسان رست صح. زكاة خذتي درا حجي مساعدة فقرتك ولكن يحتكر البضاعة. غيبة والنميمتك مشاكلاتك. إذن الإنسان يعني ليس له عند الله شيء. هباء منثورا هباء منثورا. حديث المفلس معروف يعني راس يعني الدبيع أو إنساني كرم جو خداري خلكي يان لرازبونا خدي دقره خدي تعالى ميجو روجياوي زكاتاوي حجاوي وش عبادت خدي تعالى جي قبولناك دماغ وأمرو نمروفكي صار رازبه لقوري رازبونا خدي يعني دلي باقش به حقد وحسد وبغض ورياء وعجب دلي وتنبه زماني ويجي باقش به ببختي فن حيلة قلاجي بير بيدا نبه دماغ وفي إنساني خسر راسكر وقوتا أني زمان خدي تعالى وايد يجي قبولك دماغ وك أنا ما برجيش تكر وقتی مشترگو مگو ما مسته او انسان گو حافظه خوش گو نهاد کتا گو اوجه عبادته ای بهگو مان ایجا او انسان گو داری خلکی لمیج دکر وجی دکره قرآن يدخوينه تسبهك صد مش خود تسبهنا نوجي داكتنا وقوتي قتي داكتي عراسة وبازارة تدنري كنكي تلواد نري بذكر خودي خو مجول كن داري خلكي ليبلي وقتي گو افمرو فايا دكاني خده فن وحيلة بكن عند جفان خده أول لميج وقبول نابه دبي وقوتي دبي وبال دكفي الصيوة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما لم تجد صلاته تنهى كاش مرة شروف بك ما مسلم إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني إنسان قبل المشكي الغاية من الصلاة شيء العبودية لله فبالمشكر مشو غي بكر مشو نميم بكر مشو غشكر مشو ما شوف من جمله لا صلاة لهذا الإنسان تعبد رياضة وانتهى والله في رياضة ونوجي دبي وبالد كفيستي أري والله يعني مروق وتي بيخنبرت بيجي عليه الصلاة والسلام قروا كاركر بخوص طيبك اتقان العمل واجب وجا أول ثاني يقول لميج دكار وشي دقرا قالك خوشندورو ده شخوا تدسري خلق جاني زمان دبي ظاهر ده ودهندورو ده جي باقش به يباشا ما مستا اجا مهرين طيبة مندي ان شان عباد الرحمن لقور قو ام دزانن خالي تعالى ده قرآن بيروزة سورة دداوية سورة الفرقان ده يا شان عباد الرحمن آنينا زمان لبريانقو ام تيكفن طيبة مندية واده ان شاني واده ام تخوازن الناس بكن عباد الرحمن كينه ايجي بالنسبة ايجي خوي تعالى نسب الى الله عباد الرحمن خوي تعالى جواد بدكين دلي وابقش طهارة القلب دلي وابقش استقامة زماني وراسي يعني استقامة اللسان دور صادق في القول والعمل صادق الصدق في القول والعمل دور عالمة فضلين سرخة خسارة عالمة نابين يسرون الناس على انفسهم دور
دوري إيه جهل يعرضون إيه سفيه إيه جهل دوري هناك إيه جاهل وكي سفيه دوري يلتزمون بأوامر الله أن يراك وأن لا يراك دوري يجتنبون نواهي الله إنسان هان مشاوى وحركاته واللين والتواضع فنسبوا إلى رحمة صفاته ويازا صفة كما ورد في سورة الفرقان. إذا سورة الفرقان لوحة قرآنية، سورة الفرقان لوحة قرآنية رسمت فيها شخصية عباد الرحمن، لوحة قرآنية رسمت فيها شخصية عباد الرحمن. صفات وجهي، الصفة الأولى التواضع، صفة ثانية الحلم والكلام الطيب، صفة قيام الليل، آشر الخوف من النار، بينجا الاعتدال في الإنفاق، آششا التوحيد، حفتا شداب القتل واحترام الحياة، حشا صلاح الأزواج والذرية والإمامة، نها التوبة النصوح، آدها ترك شهادة الزور والإعراض عن اللغو، يظ التجاوب مع آيات الله. صفاته ويظ ما شاء الله. يا باشا ما يا داري تشاف يا جوا صفاتي داري تشاف يا جو قرآني أو تايبة مندي آنينا زمان چنه وقالوا تشاوا ومروف واصف هذا وقوتي تخذ بيك بينن وقوتي روشا مروفا يان جيانا واي روجانا ببنا مروفنا وقوتي باقش دلنمز زمان خوش خدا أخلاق. الصفة الأولى التواضع. تعالى القرآن كده بيجي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. معنى هونا ده معنى وين؟ معنى هونا أول الهون مصدر الهنة يعني السكينة والوقار. مع السكينة والوقار يعني هيدي يورت نفسها ومطمئنة حركاته وهذا اشتغل ولو خشكن آدي يفكر قبل أن يتحرك. تفكره بري بمشي بري عمل بك يفكره. إذن هدوء مع التفكير، هدوء مع التفكير. إذا صفاتي وناتشين إذن أول شيء يمشون متواضعين هينين لينين باتزان ووقار وسكينة بلا تجبر ولا استكبار. إذا صفات عباد الرحمن هدي تمشي هادئ ولو خشيك هدوء خلنا بينسر عالمي متواضع بيتشك عكس وقتي المتكبرون والجبارون أو باية. إذن تعالى نهى عن مشي المرح والأشر والبطر والاختيار والفخر. فقال القرآن الكريم بيجي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بني أسان تخش بين تشقة دقيقة العرض يخد هذا تقدر نركب وتشقة تخب لك وقرار بتناقش زراجيا لماذا هذا تخص كد بينهم يعني أنت تجع خير شبوي وتصير خد بل تبقى أخي. إذن لا تتكبر. في سورة لقمان ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح أبي خد بيني مالي وينا خد بيني وتواضعك وقلت بيني ولد مشروب بشكل بسعر خذ وكذا قال بيني فخذ تعالى المساج مرت من بين قافة قارون خرج على قوم بزينته فخسفنا به وبداره الأرض. لا تتكبر يا إنسان. والاختيار في الأفعال والفخور في قوله قودني ولو خرج ولو قلوا ديك قودني بيجون وتعجب ولو خبايتك بودني خرج بيني أكشن هذا. لذلك للمشي اعتبار كل يمشي معتبرا عما في ذاته. أهل عباد الرحمن شغالية ولا خشكن أبدي شغالية ونخشك مشى عفوا مشى فانا هدوء مشى فانا نهدوء. إذا سرعة المشي والعجلة إنسان تيجي مشى قر حتى الرسول بيجي خليل بيجي تيجي مشي بو إذا قام الصلاة ورن هدي ما فاتكم وما أدركم إذا هدي ورميجي هدي بازند هنا هدي بالسكينة والوقار. إذا أم لاحظن إن الله تعالى بيجي أبي خد بينين أبي متكبر أليس لهم مسوى للمتكبرين أليس في جهنم مسوى للمتكبرين أليس في جهنم مسوى للمتكبرين خد بينين. والرسول بيجي عليه الصلاة والسلام بيجي الرسول بيجي عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة أبي خد بينين أبي خد بينين. إذا الإنسان منر الإنسان شيء فقابا فرانكس مثلا على سبيل المثال مطرف بن عبد الله الشخير القائد المهلب دي تقولوا مشكل وافتخارون عن انتصار كذا ويا هذا في مشاتي وتمناصر وليس ناصر زاولتين او اسكيم واولك
نطفة مزرة وآخرها نطفة قذرة وتحت بينهما العذرة. أفتي يسا. فالغزالي رحمه الله بعلامة يكبر الإنسان بوجد أن سأخذ منه صدق يأخذ بينين آبائهم ماء المهين وجدهم التراب. آبائهم ماء المهين وجدهم التراب. إذن على الإنسان ألا كلما تواضع رفعه الله وكلما تكبر خضعه الله. نزل أو نزل إيه تواضع وخذوا بلندك يأخذ منه خذ تعالى وداتخم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فقال من صفاته وين مشى علي بن طالب بيجي كان تكفل كأنه ينحط من صببه يعني نقول هيدي ذاك باتزان ووقار. واحد سلف دي عجبته لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا شو جم رب العالمين فوق السماوات سبعة فوق سدرة المنتهى ذقريان ما الأخر كان متواضعا يخصف نعله ويخوت ثوبه ويحلب شاته. ناس صحابي ياخذوا كسيونا تقول اين ابن عبد المطلب كي رسول صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا. فعلى الانسان ان يتواضع ولا يمشي مشية الخيلاء والتكبر لانه اصل الانسان من التراب ويمشي على فوق التراب وسيعود الى التراب. اذا عالم ترباب من النار تبقى يدول من يغنيهم تكاكش قبره وكبه. اذا لماذا تكبر الانسان؟ فعلى الانسان ان يكون متواضعا. باشا ما مستوى أمهر نشانك دين جوا طايبة مندية عباد الرحمن. شو خذ تعالى القرآن بيجي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بشأواي عباد الرحمن دبقوتي دجبرية عن الهمبر نزاني يعني غشيمتي ونزانا آن نزانية آن غشيمة بشأواي دسكنه لغوري القرآن بيروزة هاتيا زمان ويا هري باش لدجبري نزانية ونزانة آن غشيم وغشيمتية قو مروف بتشا آواي يتشتكي قو باش به مروف جي انجام بقرأ مروف شلو بباشا. صفات عباد الرحمن تقول الحلم والكلام الطيب. الحلم والكلام الطيب. فتعالى قلتي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ما معنى سلاما أولا؟ إذن ليس سلاما بل من التسليم. إذن ليس سلاما بل من التسليم إنما هو من التسلم. تقول العرب من التسلم تقول العرب سلاما أي تسلما منك أي أزبريء مشتاق أبي السفيه قابل شغلة خدوريد أزبريء أنه خناك بقوينا. إذن سلام متاركة وأعراض وليس سلام تحية وخير. سلام متاركة وأعراض وليس سلام تحية وحب. إذن كلمة سلام متاركة وأعراض وليس سلام تحية وحب. إذن التسلم. إذن عباد الرحمن قابل السفيه بير شغلة قلت خوش دفيدرت كبير رقيق جميل ليفت قريب هناك مستواوينا يقابل الإساءة بالإحسان اللي يجبوش من هو الجاهل السفيه أو الجاهل قد يكون أعلى مناصب قد يكون معه أعلى شهادات ولكنه لا يتصف بصفة الحلم. إذن الجهل ليس ضد العلم الجهل ضد الحلم. فإذن خناصناك سبب وجود خناصك علتا خناصناك ربي خناصناك جبوشاتي في الدنيا نصناك. إذن خذ بيني ودني نخوش ودني تعلن. إذن القرآن بدي نظر إلى كل من عصى الله فهو جاهل. قرآن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من غلب الهوى على الحق فهو جاهل وكل من غلب شهوته على العقل فهو جاهل. إذن دصف جمع هنا عباد الرحمن والسفيه. تعالى بان عباد الرحمن خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. فقافق الواد فرجع قيمته خوي تعالى بانك اهل الفضل بورين جنتي قافق الملائكه بشو هات جنتي بقافق تعدل مدهات ام صبري وقافق يساعي قافق يعني يسيء الينا شغالين بيريج مرد قوتن يا تعدل مدهات جهل علينا حلمنا. اذا رسول عليه الصلاه والسلام لا تغضب. الغضب جمرة من النار قطعاك جاقرة. فعلى الإنسان يطفئها بشيء بالحلم الجمها بلجام التقوى. إذن الحلم والتقوى. إذن من اسماء الله الحليم من اسماء الله الحسنى الحليم.
والحليم معناه هو صاحب الصفح ويعفو، فرب العالمين من صفات الحليم يعطي الكافر ويعطي المنافق وياتي المؤمن ويمهل الكافر والمنافق اذا تاب تعالى وقبولكم. فالحليم حليم. فناخذ الحج على سبيل المثال، ليس بمعناها اللغوي وليس بمعنى الصلاح. كلمه حج، حج حرفانه اح واج. الحاء من الحلم من الحليم، والجيم من الجريمه. يعني قابل انسان ذنوبات كل دنيا البلد ياخذ دنيتك قابل درا حج لبيك اللهم لبيك، فالحليم غفر له فيرجع من الحج كيوم ولدته امه. فاذا معنى الحج حاء من الحلم الله وجيم من الجريمه. فاذا قابل الانسان يبز بده ياخذ وجه رب العالمين هو تعالى قنيه تغرين من اسماء الله الحسنى الحليم. الحليم قام بيجن اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لبن داري بالدايب من الرسول صلى الله عليه وسلم شوري ياخذ القاندبو شاخ داري غوث ابن الحارس، هذا شورينا سسر بس قول من يحميك مني اليوم يا محمد، والله شوري كتعدي شوري جسي كتعدي. فبين برا شو قول من يحميك مني يا غورس، قول خلنا نقول ما تخبرك منين؟ والله يا رسول الله ولا يا محمد زهرمكم زي ما حتى بكم، زهرمكم زي ما حتى بكم. اذا قابل الاساءة بالاحسان. فبيجي انس بيجي رضي الله عنه دي ببرده كان عباك البيغمبر برد نجراني يك اعرابي هات يقول كشان حتى جاء عبيد قال البيغمبر كشونا ينام. فرسول يقول تشخاصي قول اعطيني مال قول بدني ترى بلده وابتسم وضحك. فرسول يقول فرسول صلى الله عليه وسلم جاي ياخذ ويك اعرابي هذا محراب يد باله في المحراب مشكله يعني باله في المحراب. صحابي يقول تركوه تجي برد دول ابي سرداكن. فهذا قال اللهم ارحمني وارحم عند قنان قول عمم يا عربي. فإذا من صفات الرسول الحلم. حين فتح مكة أهالي مكة جماعا قل ما تظنني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابنه قال فأذهب أنتم طلقة. إذا حلم رسول الله. إذا على الإنسان أن يتصف بصفات الحلم، الكلمة الطيبة الكلمة هل يستوي الذين يعلمون الذين إذا الإنسان دبيتش صفات الحلم والتواضع واللين الكلام. يا باشا ما آثار الحلم من آثار الحلم تآلف القلوب عالم بهربتين، يشعر المحبة بين محبة زيدت بناب على ميدين، يزيل البغضاء والحسد ناب على مدري، ويميل القلوب إلى بهفتين. الحلم حجاب الآفات، حلم حجاب ويقايج آفات. الحلم ويقايج آفات. بيوك بردان كيفين أفبرا مرو وبلاده. يا باشا ما موسى يعني أنا دما قوم روف وقوم تبرسا خذ قوت وخذت على القرآن بيجي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا يكي غشيم دو وجهه مدكت يكي نزان كد وجهه مده يان دو جوان كامده هنا نزان هنا غشيم هنا مروف بتشقى واي بواره بدي وبصينا يعني مروف وك وابار هري انا وك خليد خوازي مروف بتشقى واي كاربي واصل راس بك. المسيح عليه السلام وعلى نبينا افضل صلاه بر قومي جماعتك يهوديارشو مسيح مدحي واكر يهوديا زما مسيحكر افيدني دي مدح زما عكسي ولا هذا المسيح يقول دافج انت مدحي واكر وكل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. ايه الجمتة تواضع ولين الكلمه الطيبه تنفعك ايه والجمع سيء الكلمه قلنا نخرج. فاذا كل انسان ينفق بطاعته. اذا لا تقابل الاساءه بالإساءة، قابل الإساءة بالإحسان. يعني قالت تعيد الكلمة بنفسها هنا تقابل الإساءة بالإساءة، نعم تقابل الإساءة بالإحسان. وقو خذ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كنا ولي حل. إذا قابل الإساءة بالإحسان. إيه باشا ما مستا ما تسري خلك يتجقول دما قوانسان حفظه خوشقونا هذيك عبادته. نعم. عباد الرحمن ما قو يعظشاني وهني. نعم. قالوا اف عباد الرحمن دما قنهتين بيشاوة بتشاوة يحفظها خوش قنها هادكن وشاوة كارنها فصاري نفسها خوزمت بكن لداقو نكفن نوالا قنها هذا. صفاتي مثلا بيجي قيام الليل على سبيل المثال. قيام الليل خوي تعالى بيجي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فخوي تعالى خاطب رسوله يا ايها المسلمون قم الليل. خوي تعالى خاطب رسوله يا ايها المسلمون قم الليل. فرسولها جنب يا سيدي يا خديجه زمان النوم نما انها دعوه السماء قام وظل قائما 20 عاما. فقال عباد الرحمن بشفرات بن الميشكن
إذا هؤلاء الناس قاموا بشفرة بن الميزكن العالم رازاية والكون ساكن يتلون القرآن. إذا عباد الرحمن إذا جنح الليل وشفهات ورفات نافجي خرات بن قليل من الليل ما يهجعون. قيام الليل والتهجد تتجافى جنوب معنى المضاجع هجد وقيام الليل. تهجد قام من الفرشة نافجي خرابو. قيام الليل شيار رابو المشكر حردو نفسه بس شياربو أفرابو نافجي خرابو. إذا قام له وقت وينا من صلاة بعد صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لمشقة وكذا. فرصت بيجي أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل. مقارنات بين صلاة النهار وصلاة الليل. صلاة النهار يناديها البشر مؤذن بعد كتب الله أكبر الله حي على الصاحفة. صلاة الليل يناديها رب البشر يناديها رب البشر. صلاة النهار أزهر جامعة جبوا عن بيني والله وايد فلان كاتشو جامعة قد تكون ريابة. صلاة الليل إنسان راتبه كيف بيني إلا رب العالمين نريايم. صلاة النهار أزسخ بلندكم أدبي يا رب مبغفرين يا رب تبي. صلاة الليل خوي تعالى باندك دي بيتشيم رب العالمين باندك يسأل من يستغفرني فأغفر لهم من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه. إذا رب العالمين ذات كيف في الفصل الأخير رب العالمين باندك من يدعوني فاستجب له كيف باندك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر لهم. إذا الرسول عليه السلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين هو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. إذا الرسول يقول يا خديجة ولا زمن النوم شو زمن فرسول بالصلاة فقيام الليل حتى سيدة عائشة بيجي نجي في أخبار عليه السلام دورمي وما تقول يا رسول الله غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تقدم تقول ألا أكون عبدا شكورا ألا أكون عبدا شكورا. فإمام طريقة الصوفية الإمام الشيخ جنيد وفاة إمام الصوفية تخون دي الصوفية يقول يا إمام يقول والله ما نفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل. ما نفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل. تشك بكيري منات بيفي وات شند ركعتي قوم دما مرادبون ميجي ان سنتي شفيه باشا ما مستات تشكل يجي بيجي مديت اللي قرب وياه ام تقول ناكل فازن دريج يمكن بيش الصفات اللي تبي يعني انا مثلا ام بتشكي يجي بين اخلاق رولا اخلاق دور الاخلاق رولا اخلاق ده ملي شان ان طيبة مندية عباد الرحمن شرو ليزه. الاخلاق الغاية من العبادات كلها اخلاق. فرسول بيجي عليه الصلاه والسلام رسالته انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. اخلاق شيء عمليه قنش سلوك قنش ودني قنش معامله قنش سمح اذا باع سمح اذا اشترى انواع الشراء اذا تاجر صدوق اخلاقي. الموظف الناجح دائرة خذ عالمي ناعز بن انسان ناجح اخلاقه. الخطيب الناجح عالمي زين اخلاقه. اذا شو صفه ايجابي من الاخلاق دي. فشوكت بيجي اخلاقته انسان دولجته وقابل انسان باخلاقه سفيه. فالانسان السفيه شو بيجي على اخلاقيتنا اذا اخلاق ضبط الانسان. لا وقت بيجي حفساري انساني يتقابلين يا هذا شنابت شو تخوف عن بري فرانكا شو تفاقد نفتت كذا. اذا لا يليق بك هذا الكلام هذا الموقف هذا اذا عليك ان التزام بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول معلم البشريه وهيدات البشريه. فلاحظين قبل غوث هذا بن غوث راشور تقول عفاني اهل مكه برداني بقريا تقول وانتم طلقاء احرار. اذا دفين نلتزم صفه الايجاب قبول الاخرين. بس سوره الغاشيه قام بخوينا كنت على دبيتشي افلا ينظروا الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فابحرت صفات الرسول عليه الصلاه والسلام بيا رسول الله امري تهاتي سرته يحتاج الى صبر نشر الدين الاسلامي يحتاج. فالجمل عدا خلقتين مشهور بالصبر وبين مغرياتها بدنت مغريات مال منصب جاه كذا جبوا ديني خبرنا في الناس عزيز به بعد الارض عن السماء.
هذا محاربات تبكن بين محاربين تبكن وخلكن دفيت نزع بتشرب بعد شغل جاجي خنار دول دفيت اللين بتاعنا بعدين خد بيني وقعت بتشرب على تعيش اخلاق اللين الكلمه الطيبه دفيت بين قلت عالم بتخرج بقى عالم مفصل معي. اذا الاخلاق هدف عظيم. اذا ما الهدف؟ ما الهدف من العبادات؟ تقويم سلوك الانسان، اصلاح الانسان، اصلاح الفرد. اذا صلح الفرد صلح المجتمع، صلحت الامه، والعكس بس العكس. إذن علينا أن نلتزم بالأخلاق، بالسلوك، بالإيجابيات، ونبتعد عن السلبيات، نبتعد عن الأنا الأنانية، الأنا لأن نقول النحن. ده شخوت الدرهم ميجي ده تباش آخذي ده طيبة مندية عباد الرحمن سنة شفي شيارن ويانجي جشاني و تدبيقي جانيوا ولفين شاف غيدنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ودائما جيت النري هيفيا وجوي تمامي قو خدي تعالى جوا قبول بك وجوا راضي ببا دملي خير عاده اي مالي شخوت تقو عباداتنا هنا مالينا وبدنينا وعباداتنا هنا بدنينا ومالينا دملي عبادات مالي ده تكاري اجمر هنكي اجتايبت منديه عباد الرحمن دملي مالي عباد الرحمن الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القتور الضيق يعني بخيل يعني القتر بخيل، وقواما معتدلا يعني عدلا يعني لنا مصرفا ونا بخيلا اعتدال. ولذلك يا اخوي تعالى بيشي ولا تعد يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. عباد الرحمن نصفات وفقيرين يملكون المال، يملكون مال وهي بلغة العصر رجال العصر، بلغة الآن رجال العصر. تجاه تاخذكم بضاعة تاخذ حمشتكم، ولكن صفات وفقيرين رجال لا تلهيهم تجارة، رجال يعني أبطال منها خصوصا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء التجار إذا المال من أحد الضرورات الخمسية والإنسان مستهرف في هذا المال. فهؤلاء عباد الرحمن مستهرف في المال زكاة الدين وبحلالية شغل وانفاق دكن وجامعة بدكن ودون حج ودون عمرة ويبذلون. ولذلك الرسول بيقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق في أناء الليل وأطراف النهار، ينفق أناء الليل وأطراف. إذا لا حسد إلا في اثنتين. إذا عباد الرحمن صفاته التمشية تمددن. إذا بلغة العصر رجال العصر، رجال المال، رجال أعمال. إذا لهم تجارة لهم بيع، ولكن لا يشغلهم عن واجبهم تجاه ربهم، لا يشغلهم واجبهم، لا يشغلهم إذا واجبهم تجاه ربهم. إذا وقت عبادة، وقت الشغل شغل، وقت عمل. إذا في مالي حق يعني حق مال سوى الزكاة، حق مال سوى الزكاة. إذا دوما صفاته إذا مدح واتكن على قلت والله فلان كس أف جامعة فكري، والله فلان كس أف مدرسة شكري، والله فلان كس أم صوفي، والله فلان كس ساعتها أف شكري. شما دوما صفاتهم الإنفاق في سبيل الله، لا يبخلون. إذا صفاته الاعتدال في الإنفاق، القصد والاعتدال. صفاته القصد والاعتدال يعني لا بخل ولا إسراف، معتدلون في كل شيء. يعني وقوتي ورقة بفالاين نادن أو تشيق وددن تمام دريا خديد دفرد ما مستوى دبيجارك شخو أف قصتها يا مج علماء كفن دفرا مدى مبهيس دمكي شيخ أحمد خزنة رحمه خدي الوهابي أويال لسر زماني شيخ علاء الدين خزنوي دبي هاتا جرنكي معروفة أحمد شيخ خزنة باب الشيخ علاء الدين مشهور بالله شيخ علاء الدين بحثك شيخ علاء الدين شغله بحثا بابي خو شيخ أحمد كبرا يشد البابي دبي جارك شيخ أحمد تي جرنكي سعيك مناسبك دبي برنا دي الشيخ علاء الدين كان يا شيخ علاء الدين بعمر بشوشكه يعني بكي خورته نولو مظنه بعمر تهري فلان شجمره جد كاني بينه قي فرنجكوي
يعني نيفرنجي وي الجمعية كان يدمينا دبيجي والله اسكوري شيخ احمدم هذي كيلو وين فرنجي اجدسي بقرم دبي فدقره دبي شيخ احمد بيجي دبي كريمه ما حقيقي شقاسي دبي حقيقي والقاسي دبي لاوني فرنجاته ما ابو كاني فرنجاته قوم يابا والله مفديكر اجير بيمكو وانا كريم هرويني فرنجي بين قو اشوم جمعيه كاني قوم والله مجبير كر ما حقيقي شكاته شقاسه ابو قوم ما انا ني فرنجي ملجم تمي عليه وشتا قو اساته قوم مدلي خده قوم يابا ما في ما افقى خيراتك اما ما يصير يني فرنجي او شني فرنجي يعني بافي مش ما يمفقرني ويني فرنجي قولا از فقريا ما اوني فرنج دا بافي خو قو دما قو وقوتي جفاكا ما جفينا ما بداوي بو ام دركتن قو بافي مريا خب مالك فقير خس تشي خدي كر نصيب بردانوا ريا خب مالك سيوي خس تشي خدي نصيب كر بردانوا ريا خب مالك نخوشي وهابو تشي خدي نصيب كر بردانوا وقو ام فدقرن اجا مالي قول مزي فيدي قو علاء الدين قولا او نفرنج ويبقوا نهي شوبا تخيرا مجيناتات اخير ام ددن تشي قوجبو خدي بي ام دكين خير وام دن وام لينا برسن تشي دريا خدي دبي ام لينا برسن اما تشي ندريا خدي دبي نفرنج بيجي ام ليت برسن تشي ندريا اجوان قو تاني زمان جشاني عباد الرحمن يعني دما قو نفس اخره اسرافي ناكن لبلي شافي لجفاكا واي اجا فقير اجا جفاكا وادا بيدا ببا بيراري كاربن وقو تاني زمان نقو فقيرا مالي وهي خدا مال خدا صنعة خدا كارن لبلي هما وقو تيجي نفس اخره بطرتيه ناكن ام ديجين بطرتيه ان اسرافي ناكن لبلي دستي واسبيه دملي خيراده لجفاكا خو مقاتنا اجا فقير بن اجا سيوي بن اجا صدقات دن بيفي وزكاة قول سر واجبة دويدجي تقصيرين ناكن يادي تري ما تخازقو ام ناس بكن ما مستا مسكينية عباد الرحمن رجا قيامته شي دماغو افشان تآنين زمان طيبة مندي عباد الرحمن يازة طيبة مندي تآنين زمان وتشندك جي ببرفري شيرو فكرن جمرة وش بجدار هره ايقو اف شان تيدا بيدا ببن رجا قيامتي مزقيني او شي خيط عدو والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا على صما وعميانا. من صفات عباد الرحمن التجاوب مع آيات الله. لهم قلوبنا في الدليوة فكرية دليوة فكرية أمنا ما بس رجاء قيامتي ما تخاص أم جبر وقتي ما نماي وآذان صاغية وعيون واعية وقلوب عيون وقلوب واعية. آيات تنزيلية هي وآيات تكوينية هي. آيات التكوينية وآيات التنزيلية ما الفرق بينهم؟ التكوين خلق الله تنزل بقولنا كتاب الله المنظور وكتاب الله المقروء. كتاب الله بنزل عزمنا من الخلق من الكون من الكلمة. كتاب الله تنزيل عن طريق الوحيات كتب السماء واخره كان القران الكريم. فاخوي تعالى قابل معجزات مربوطه معجزات موسى معجزه حسيه تنتهي بانتهائها. القران ما نقول مثلا داري موسى او مثلا بوح مع الحيه وعيسى مثلا كان حياة الموتى كده. فالقران هذا صفتي كده صفه الخالق دائما صفتي جنتي دائما صفتي اقر دائما صفتي مؤمن دائما صفتي كافر دائما. اذا كتاب نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. فتعال بيتشم ونزلنا عليك الكتاب يعني القران تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. اذا ابنا شان خويت على بانواتك فدرجاتك بين مثلا باب الصلاه
وباب الجهاد وباب الزكاه وباب الحج وباب الصوم يجي حمد بانوات كذا حمد فيه ابو بكر رضي الله عنه كذا كذا فاذا جميع الابواب بانوات اذا عباد الرحمن حمى ابواب بانوات كذا ابواب الشيء ابواب الجنه ابواب الجنه حج باب الجنه بانوات كذا لانه حمى صفات وتوفرين قال حمى صفات وتوفرين فباب الريان صايمون باب الجهاد جهاد كرم باب الانفاق انفاق باب الصلاه صلاه كرم باب الحج حج اذا جميع الابواب جوار مفتوحه كان الجنه يعني الجور اشتفهمت كما موستا اف يازا صفة يازا تايبت مندي جشاني عبادة ايقو هر يازا تيد بيدا نبن مثلا ما بيجي الشيش تيد بيدا بون او نابيش عباد الرحمن ايقو قد تعالى سورة الفرقان دوان يزمان عباد الرحمن في اول حر يازا صفة وانك تعالى قوتي اما قابل تعادل حسنات الانسان وسيئاته لا ام بيجي انسان كي قنجه لافش صفات تمام تيدا بيدا نابن او بيجي عباد الرحمن دبي عباد سناب عباد الرحمن صنع ايجو افيجو خدتها مثلا انا ديك دواء اللي خداتها تصحانه ديك 10 دقائق 8 دقائق تبي وقف حرضه؟ نه ايوه معناتها مسكينيه وانا كي بوهشتا رضوانه ام قالكي سباسيات كان ما موستا براستي وقت ما بداوي بو تخلك ما دوله مندكر بفا برسفي خوي قرام بوها وبزماني خوي وبرسفي خوي خوشي شيرين ام قالكي سباسياتت كن بلي بجدارن هيجا ودلال طمشفاني روج آفا تي في لفدري خلك ما بداوي دبه لبلي حتاني بخلك كدن حتاني بمجارة كدن وتخير خوشي دبن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.